يا مساء الهنا والسعادة على أحلى اخوات وأحلى متابعين. يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. النهاردة كده هنعمل مع بعض الراعي الرسمي لرمضان، وهي البسبوسة. كبار وصغيرين ما بنختلفش على البسبوسة المرملة الطرية الدايبة كده اللي في نفس الوقت ماسكة نفسها. النهارده كده هنعملها بطريقه سهله جدا، وهنعمل الشربات وهقول لكم ازاي الشربات يبقى مظبوط معانا والبسبوسه تطلع مرمله وكمان مش مسكره. لو انت اول مره تشوفيني فانا ايمي. يلا بينا كده ندخل على مقاديرنا. حاجه معانا في المقادير النهارده، عندي كيس وربع من اكياس البسبوسه الجاهزه، ولو مش متوفره عندك استخدمي البسبوسه السايبه اللي بتبقى موجوده عند اي عطار. هستخدم علبتين من الزبادي الساده، لو مش متوفر هنستخدم الرايب مفيش اي مشكله. وهستخدم نقطتين من الفانيليا السائله بتدي ريحه حلوه قوي للبسبوسه. نص معلقه كده كبيره من الكيك شيف بيدي رفعه حلوه قوي للبسبوسه وبيخليها هشه وطريه جدا. و3 معالق من السمنه، والسمنه ما نقدرش نستغنى عنها خالص. اضيف كوبايتين من اللبن، بس هنزل تدريجيا. الاول هنزل بكوبايه وبعدين اضيف تدريجيا. البسبوسه دي اول مره اشتريها، بس كانت بتشرب كميه سوائل كتيره قوي. ايه بقى فايدة اللبن وايه بقى فايدة الزبادي؟ الزبادي لازم نحطه كده او كده، بس اللبن بيدي طراوة حلوة قوي للبسبوسة وبيخليها هشة جدا وطرية معايا ومرملة وناعمة كده ودايبة. اما بقى الزبادي بيخليها تمسك نفسها وتبقى ماسكه نفسها كده من بره، والزبادي واللبن بيخليها طريه من جوه. زي ما انتم شايفين انا كنت بضيف تدريجيا، بس في الاخر استخدمت كوبايتين من اللبن. كوبايه الشاي الموجوده في اي بيت هنستخدمها. طبعا مسخنه الفرن الاول. اي حاجه بندخلها الفرن لازم الفرن تبقى سخنه قبليها. طب الشربات بتاعنا اللي الناس كلها عندها مشكله في الشربات، هحللك المشكله، بس استني كده بقى. نمسك البسبوسه القمر دي ونحطها في الصينيه وندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه. عندي الصينيه، مستخدمه الصينيه دي اكبر صينيه في الطقم بتاع البسبوسه. هبدا كده انزل بالخليط. طيب واحده هتقولي الخليط سايل قوي، هقولك هو ده اللي بيخلي البسبوسه ناعمه من جوه ومرمله. كل ما كانت البسبوسه جامده او مثلا ماسكه نفسها، كل ما هتبقى معاكي مش مرمله. وده مبدئي في الحياه، ان البسبوسه لازم تبقى سايله شويه علشان تبقى مرمله معاكي من جوه. بعد ما نزلت كل الكميه هبدا اديها خبطتين وادخل صينيه البسبوسه. هتاخد معايا نص ساعه على درجه حراره متوسطه وهتبقى جاهزه. تعالوا بقى نيجي للشربات اللي محير الملايين. هستخدم 3 كوبايات من السكر وعليهم 3 كوبايات من الميه، ولو عندك ليمونه تبقى عصره ليمونه، بس انا ما كانش عندي. هنقف؟ لا مش هنقف. جبت برتقانه وهبدا كده ابشرها واخد القشر بتاعها. التكه دي بتودي اي حلويات في حته تاني. بشر البرتقان ده بيخلي ريحه الشربات يفتح النفس، وكده ريحه البرتقان بكده الله الله يا سيدي. لو مش حابه ضيفي نقطتين فانيليا سايله، ولو مش حابه مفيش اي مشكله براحتك. هاخد الخليط وارفعه على النار لمده 5 دقايق. اول ما يبدا يغلي معايا ههدي النار، اسيبه 3 دقايق وهيبقى جاهز معايا وزي الفل. الشربات من الحاجات اللي مينفعش نسيبها تغلي كتير على النار. كل ما سبتيها تغلي اكتر كل ما هتتحول الى محلول سكر. هبدا كده اقلبها قبل ما ارفعها على النار. بالظبط هيقعد معايا 7 دقايق الشربات وهيبقى جاهز. ما نسيبهوش اكتر من كده عشان ما يبقاش مسكر معانا. شربات البسبوسه بيبقى خفيف. الشربات بيبقى سخن والبسبوسه كمان بتبقى سخنه. بعد كده ما خرجت البسبوسه بعد ما اخدت معايا نص ساعه بالظبط، هبدا كده اضيف الشربات. اول حاجه تعرفي ان البسبوسه ناجحه معاكي اول ما تشرب الشربات معاكي وتلاقيها شققت تشقيقه بسيطه كده، اعرفي ان البسبوسه ناجحه. حاله ان البسبوسه ما شربتش الشربات كده انتي فشلتي في البسبوسه. هبدا كده اضيف كل الكميه. صينيه البسبوسه اخدت كل كميه الشربات اللي انا عملتها. بعد كده اما استنيتها هديت وشربت الشربات، كان عندي جوز هند وبدات كده ارشه بالشكل ده. عندك فول سوداني، اي مكسرات، مفيش اي مشكله. الله اكبر الله اكبر. كانت قطعه البسبوسه ماسكه نفسها قوي، وكمان طريه من جوه ومرمله وحاجه كده اللهم بارك تفتح النفس. شايفين الترميله؟ انا ما حبيتش اسرع لكم المقطع ده عشان تشوفوا قد ايه هي مرمله، وريحتها كانت تحفه بسبب البرتقال اللي ضفناه. لو انتوا عايزين وصفات او اي وصفه معينه اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اسيبكم في رعاية